بتقول كنت متجوزة وبعد 9 سنين ما حصلش نصيب وانفصلنا، وبقيت أعيش من شغلي ومعاش والدي الله يرحمه. الحياة مش سهلة بس الحمد لله كانت ماشية لحد ما جت دخلت المدارس. ابني قال لي وقتها اماما احنا هنجيب شنطة المدرسة امتى؟ قلت له يا حبيبي مالها شنطة السنة اللي فاتت؟ قال لي ما بقاش فيها مكان لسه ما اتخيطش، وبعدين دي بقالها 3 سنين معايا، انا عايز شنطة جديدة زي صحابي. بتقول الكلام وجعني، انا عارفة الظروف قد ايه صعبة واللي جاي يدوب على قد اللي رايح، بس ده طفل نفسه يفرح زي باقي العيال. بتقول صحيت تاني يوم الصبح حاسة بتقل على قلبي، قلت يا رب اعمل ايه؟ ادخل لك من انهي باب؟ قعدت افكر ما لقيتش حاجه اطلعها لله، لا فلوس ولا حاجه اتصدق بيها. نزلت الشارع وانا بقول لنفسي معقول خلاص كده الباب اتقفل. وانا راجعه من السوق لقيت قدامي جامع، دخلت اتوضيت واستنيت صلاه الظهر. قبل الاذان بشويه رتبت المصاحف وقمت كنست الجامع وقعدت استنى. بعد ما الصلاه خلصت بلف ورايا لقيت امهات كتير معاهم ولادهم، ولقيت بنات في سن الجامعه داخلين شايلين شنط وشويه تبرعات للمدارس. وعرفت ان المسجد ده كل موسم بيجمع شنط للطلاب الايتام والمحتاجين، وبداوا يوزعوا على الامهات. وجت بنت منهم قربت عليا وقالت لي هو حضرتك قلت لها ايوه وعندي ابن في المدرسه. وقتها ادتني شنطه جديده بالكيس بتاعها ومعاها شويه اقلام وطلبات من بتاعه المدرسه. بتقول ساعتها فهمت ربنا فتح لي بابه لما هداني ان انا ادخل بيته، فتح لي من حيث لا احتسب. فما تستصغروش اي حاجه تعملوها لله، يمكن تكون خطوه صغيره لكن عند ربنا باب كبير للفرج. ولما تحس ان الدنيا قفلت ادخل لربنا من اي باب واطلبه بقلبك وهتشوف الفتح قدام عينيك.